السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. لما رجوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالمقطع لتدعيمنا. رئيس الفيفا يخرج عن صمته ويكشف هذا ما وقع بيني وبين حكيمي. تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن طبيعة خلافه مع أشرف حكيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي عقب مباراة الأخيرة أمام نظيره الكرواتي يوم 17 دجنبر 2022 لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر 2022. وقال رئيس الفيفا إن أشرف حكيمي كان يريد الاحتجاج على التحكيم خلال لقائه به في ممر المؤدي إلى غرف الملابس عقب المباراة أمام المنتخب الكرواتي. وتابع رئيس الفيفا خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج الحوارية في قناة الكأس القطرية: أحب أشرف حكيمي بالطبع، إنه لاعب عظيم وقد اعتذر لي عما بدر منه وكان رائعا. وفي خضم المباراة يمكن أن تقول أي شيء لا ترغب في قوله. كان يهدف إلى أن يقول شيئا عن الحكم، لكن يجب أن نركز على الأداء الرائع للمغرب في هذه البطولة. وكان أشرف حكيمي قدم اعتذاره إلى رئيس الفيفا عما بدر منه بعد مباراة المغرب وكرواتيا، وقال: لم يحدث أي شيء، كنت غاضبا بعض الشيء. بعد نهاية المباراة ذهبت لأتحدث معه، أقدم له اعتذاري على الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه وأقدره كثيرا. إذا لم يحدث أي شيء. وكانت مجموعة من المنابر الإعلامية العالمية قالت إنه بعد مباراة المغرب وكرواتيا توجه أشرف حكيمي إلى رئيس الاتحاد الدولي للفيفا في الممر المؤدي إلى مستودعات الملاعب، واحتج عليه بشدة بداعي التعرض للمنتخب الوطني لظلم التحكيم في مباراتي الأخيرتين أمام فرنسا برسم الضوء نصف نهائي وكرواتيا في مباراة الترتيب. شكرا لكم. هذا هو مقطع اليوم. إلى اللقاء. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.